السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل معاكم الفول المدمس. احنا عاملينه قبل كده ومنزلينه على القناة، بس هنعمله تاني ونفكركم بيه. انا هنا معايا فول للتجميس، هعمل نص كيلو. الكيس ده كيلو، انا هاخد نص بس، هعمل نص كيلو. هغسله كويس وانقيه وانقعه ليلة كاملة. ننقعيه ليلة كاملة عشان ما ياخدش معاكي وقت في السوا. بعد ما نقعناه ليله كامله اهو كده بقى جاهز. هاخده بقى واحطه على النار. بس هنا الفول عندي ابتدى يغلي كده، برضو هوطي عليه واسيبه لحد ما الفوليه تستوي خالص. بس كده الفول الميه غليت اهو، الحبايه ما شاء الله كبرت ازاي. هوطي عليه دلوقتي بقى واسيبه لما الفوله دي تتهري خالص، وهنقول لكم نعمل ايه بعد كده. بص عندي الفوله استوت ازاي. لما توصل للمرحله دي يبقى كده هي استوت. بصوا الميه لا اسودت ولا غمقت ولا الكلام ده زي ما حد يقول بنعمله بيسود، لا. هقول لك بقى على حاجه محدش هيقول لك عليها. وبتوع الفول بيعملوا الفول ازاي؟ بتوع الفول لا بيحطوا عليه رز ولا بيحطوا عليه عدس ولا بيحطوا عليه الدوشه دي كلها. محلات الفول ومطاعم الفول بيحطوا عليه العيش، شايفه كده. بس هنسيب العيش ده هياخد غلوه معاه ونشوف بقى النتيجه، وشوفوا طبق الفول ده هيبقى شكله ازاي وتدميس الفول ده هيبقى شكله ازاي. انا منزله الفول قبل كده معاكم وحاطه فيه عدس وحاطه فيه رز وعاملاه زي ما الكتاب ما قال. لكن دي الطريقه اللي محدش هيقولك عليها خالص، ان هما بيضيفوا العيش البايت عندهم على دماسه الفول عشان يلفوا حله الفول بيها، او يلفوا الدماسه فيها. لان هو الفول مجرد ما بيستوي بتبقى ادي الميه بتاعته، لا هما بقى بيروحوا العيش البايت عندهم بيضيفوه عليه. شوفوا النتيجة، خليكم معايا الآخر وشوفوا النتيجة ايه. بس يا جماعة الفول اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بص العيش داب خلاص، ما بقاش موجود ده. يعني حتى لو لقيتي واحدة ولا حاجة لسه ما دابتش، بصي والشوكة خلاص خلصت. بصي ما شاء الله. ولا غمق ولا اسود. لو عايزاه بقى لونه يبقى كهرماني شويه كده او احمر شويه، هنحط له نقطه لون الوان طعام، يعني نقطه بسيطه مش كتير. بس انا حطيت له هنا نقطه لون طعام، يعني نقطه بسيطه. زبده زبده زبده، مش فول ده زبده. لا حطينا رز ولا حطينا عدس ولا حطينا فول مدشوش وكل الحاجات اللي بتتقال دي. في المطاعم ما بيحطوش لا فول ولا ما بيحطوش لا فول مدشوش ولا بيحطوا رز ولا بيحطوا عدس. هما بيعملوه بالطريقه دي بس عمرهم ما يقولوا لكم ان احنا بنعمله كده. ده سر الفول المدمس بتاع المطاعم يا جماعه. ما شاء الله، جربوه وقولوا لي ايه رايكم. وبرده اللي يعترض على الطريقه، انا منزله الطريقه التانية اللي فيها فول وفيها رز وفيها عدس وفيها كل حاجه، برده طريقه حلوه وجميله وناجحه وبالهنا والشفا. اللي يعجبه حاجه يعملها. هفرزه دلوقتي اكيسه، ولما يبرد خالص اكيسه واحطه في الفريزر، اطلع عندي الحاجه دي يبقى الف هنا والشفا. عايزه تضربيه بقى بالهاند بلندر بالكبه براحتك، عايزه تهرسيه بالشوكه كده جاهز. نعمله بطماطم بقى، بزيت وليمون، بزبده. اعملوها وجربوها وقولوا لنا ايه رايكم.